مصر بتبني أكبر ميناء على البحر المتوسط وبتنافس أوروبا كلها. يعني إيه؟ وإزاي؟ وإحنا أصلاً فين من كل ده؟ الحقيقة إن المشروع دلوقتي شغال في صمت، مش لسه هيتبني. مشروع حجمه يوازي دول وتكلفته بالمليارات، وهدفه يخلي مصر ترجع تاني للريادة البحرية وتبقى نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. إحنا النهاردة بنتكلم عن ميناء الإسكندرية الكبير، مش بس توسعة، لأ، ده مارد اقتصادي وتجاري بيصحى من نومه وبيغير شكل التجارة العالمية من أول وجديد. في الفيديو ده هقولك ليه مصر بتصرف أكتر من 1.6 مليار دولار على الميناء، إيه اللي هيحصل لما ندمج 3 موانئ في ميناء واحدة، وإزاي ده هيأثر على المغرب وتركيا وإيطاليا وأسبانيا، وإيه مصير قناة السويس قدام التحول ده. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله انه حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. من أيام الفراعنة ميناء الإسكندرية مش بس مشروع حديث، ده تاريخ بيتكلم. أقدم مبنى في الميناء اتبنى سنة 1900 قبل الميلاد في قرية راكودا علشان يخدم جزيرة فاروس. ده معناه إننا بنتكلم عن نقطة بداية لأقدم شحن ساحلي في التاريخ. وبعدها جه الإسكندر الأكبر وربط الجزيرة بالشاطئ بجسر طوله 1200 متر. ومن هنا بدأ مدينة وميناء الإسكندرية. ميناء فضل يتطور خصوصاً في عهد محمد علي باشا لحد ما بقى يشيل 60% من حجم تجارة مصر الخارجية. في أكتر من 156 شركة بحرية وبيشتغل فيه حوالي 50,000 عامل، وده معناه شبكة بشرية ضخمة بتتحرك كل يوم علشان تحافظ على نبض الاقتصاد. النهارده لما نبص على حجم الضغط والتكدس اللي كان في الميناء القديم نفهم ليه لازم يحصل تطور. سفن أكتر، بضايع أكتر، حجم التجارة بيكبر، وكل ده محتاج قدرة استيعابية ما كانتش موجودة في النسخة القديمة من الميناء. ده مش بس تطوير في الشكل، دي عملية إعادة هيكلة كاملة علشان نرجع لمصر مكانتها. اللي يخلي القصة دي مميزة هو إن الميناء عاش تحولات تاريخية كتير من العصور القديمة لحد العصر الحديث، ومع كل مرحلة كان بيكتسب أهمية جديدة، كأن المكان ده بيعيد اختراع نفسه مع كل جيل. دلوقتي الدور على الجيل الحالي علشان يحافظ عليه ويطوره ويبص له مش بس كمكان شحن لكن كبوابة عبور للتنمية. الميناء القديم اتعرض لسنين طويلة من الضغط والتدهور، كل يوم السفن بتدخل بالعشرات ومفيش ساعة كفاية، فالتكدس بيزيد وعمليات الشحن والتفريغ بتتأخر بالساعات وأحياناً بالأيام. السفن الحديثة كمان بقت أكبر وأطول وبتحتاج أعماق أكبر ومعدات أحدث، والميناء القديم ما كانش قادر يواكب التطور ده. فبدل ما نفضل نرقع في مشاكله كل شوية، الدولة خدت قرار حاسم: نبدأ من جديد. ميناء الإسكندرية الكبير مش بس توسعة، لأ، ده إعادة بناء شاملة بمقاييس عالمية. تكلفة المشروع وصلت ل1.6 مليار دولار، رقم ضخم لكن مبرر جدا لما نعرف تفاصيل التطوير. احنا بنتكلم عن بنية تحتية جديدة، مناطق صناعية، لوجستية، سكك حديد، محطات متعددة، وتجهيزات تستقبل أضخم السفن في العالم. والميناء مش معمول يخدم الإسكندرية بس، ده معمول يخدم مصر كلها ويوصل بضايعها لأوروبا وآسيا وأفريقيا بسرعة وكفاءة. ده كمان بيدعم رؤية مصر 2030 اللي من أولوياتها تعظيم دور النقل البحري في الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على مصادر دخل محدودة زي قناة السويس بس. ومن هنا جه التفكير الاستراتيجي: ليه نكتفي بالقناة؟ ليه ما نبقاش احنا كمان مركز نقل بحري عالمي؟ ده غير ان المشروع بيدخل مصر في سباق عالمي على جذب الاستثمارات. الموانئ الحديثة بتكون عنصر جذب مش بس للبضايع لكن كمان للشركات العالمية اللي بتدور على مراكز توزيع جيدة. كل ما البنية التحتية تكون قوية كل ما المستثمر يحس ان المكان آمن وجدير بالثقة. الخطوة اللي خدت المشروع ده لمستوى تاني هي قرار دمج ميناء الإسكندرية مع ميناء الدخيلة ومعاهم ميناء الماكس الجديد تحت إدارة واحدة ومظلة واحدة. وده مش قرار عشوائي، ده مبني على تحليل اقتصادي ولوجستي ضخم. لما يكون عندك 3 موانئ قريبة من بعض وكل واحدة ليها إدارة مختلفة ومعدات مختلفة،
بتواجه مشاكل في التنسيق وفي التخطيط وفي استغلال الموارد، لكن لما تدمجهم بتخلق كيان ضخم قادر يشتغل بكفاءة أعلى وبسرعة أكبر وتكلفة أقل. الدمج ده معناه كمان إنك بتقدر تخطط للمستقبل بشكل موحد، توسعات، شبكات ربط، تطوير صناعات لوجستية، كل ده بيحصل بتكامل مش بفوضى، وده يخلينا جاهزين للتعامل مع أي حجم تجارة يجي سواء دلوقتي أو بعد 10 سنين. الدولة استغلت كمان قرب الميناء من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هناك ومن البحر المتوسط، فبقى الموقع مثالي علشان يكون نقطة وصل بين القارات. ده بيخلي مصر مش بس نقطة عبور، لأ، تبقى مركز توزيع عالمي. وفكرة الدمج دي مش بس بتوفر إدارة موحدة، لكن كمان بتقلل الفائد وبتزود العائد، لأن بدل ما كل ميناء يشتغل في عزلة، التلاتة هيكملوا بعض ويغطوا أنواع مختلفة من البضائع والحاويات. الميزة كمان إن أي تطوير بيحصل في مكان هيستفيد منه التاني، وده بيضاعف القوة التنافسية للمجمع البحري ككل. ندخل على تفاصيل المشروع نفسه اللي فعلا تخلي الواحد ينبهر. المشروع متقسم ل4 محاور رئيسية، كل محور معمول علشان يخدم نوع معين من التجارة. أول حاجة محطة الحاويات تحيا مصر 1، دي بطول 2500 متر وعمق 18 متر، يعني تقدر تستقبل أضخم سفن الحاويات اللي ماشية في العالم. المحطة دي لوحدها ممكن تغير قواعد اللعب في البحر المتوسط. تاني محور هو محطة البضائع العامة والسائلة، ودي مخصصة لتداول الحبوب والزيوت والبضائع غير المعبأة، بتتعامل مع حوالي 7 مليون طن سنوياً، يعني مهما كان نوع البضاعة هتلاقي لها محطة مجهزة. المنطقة اللوجستية والصناعية اللي ورا المينا مساحتها حوالي 547 فدان، ودي معمولة علشان تبقى فيها كل الصناعات المرتبطة بالشحن زي التعبئة والتغليف والتخزين وصيانة الحاويات. أما في ميناء الدخيلة في محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بتكلفة 3.4 مليار جنيه وطاقة تداول 10 مليون طن سنوياً. ده غير مشروع إحلال وتجديد السكك الحديد داخل الميناء بطول 3.5 كيلومتر علشان تربط المينا بكل مصر. كل ده بجانب مشروع حواجز الأمواج اللي بيبلغ طوله 7200 متر، واللي معمول علشان يحمي الأرصفة البحرية من أي ظروف جوية صعبة ويضمن استمرارية التشغيل طول السنة. المشروع معمول بطريقة ذكية علشان يبقى فيه كفاءة تشغيلية عالية جدا. دلوقتي نروح للسؤال الكبير، إحنا بننافس مين؟ والمفاجأة إن المشروع ده بيستهدف منافسة موانئ من العيار التقيل، وأولهم ميناء طنجة المغربي اللي كان بيكتسح في مجال الحاويات العابرة أو الترانزيت. الميناء ده استفاد من تطوير البنية التحتية وربط ممتاز بشبكات النقل، وده خلى المغرب لاعب قوي جدا. لكن دلوقتي ميناء الإسكندرية الجديد داخل بكل تقله بالبنية التحتية، العمق، المحطات المتخصصة والربط البري والنهري والسكك الحديد. ومش بس طنجة، لا، كمان ميناء فالنسيا وبرشلونة في أسبانيا وجويا تاورو في إيطاليا وبيريوس في اليونان، كلهم في دايرة المنافسة. لما مصر توفر ميناء حديث بمواصفات عالمية وفي موقع استراتيجي وقريب من قناة السويس، هتبقى محطة جذب ضخمة للسفن والبضائع اللي كانت بتروح موانئ أوروبا. الميزة اللي عند مصر إن عندها بالفعل قناة السويس، وده بيخلي أي ميناء تابع ليها عنده نقطة تفوق طبيعي. المينا دي ممكن تخلي التجارة العالمية تعيد حساباتها وتختار مصر كمركز ترانزيت أول بدل ما تعتمد على موانئ تانية كانت بتكسب من المرور الوسيط. المشروع ما كانش فكرة وبس، لا، جدول زمني واضح ومحدد. البداية كانت في 2020 والبناء الفعلي بدأ في 2021. محطة تحيا مصر 1 اشتغلت فعليا من سنة 2023، وبحلول 2025 كل مكونات المينا هتكون جاهزة بالكامل، والربط مع القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة اللي حواليه هيخلوا المينا يشتغل بكفاءة 100%. ده معناه إن في النصف الثاني من 2025 مصر هيبقى عندها أكبر ميناء في البحر المتوسط. ده مش بس إنجاز لوجستي، ده إنجاز استراتيجي هيأثر على الاقتصاد والعلاقات التجارية ومكانة مصر عالمياً. وده كمان بيدينا ميزة مهمة في مجال الجدولة الزمنية الدولية، يعني لما شركات الشحن تخطط رحلاتها هتبدأ تحط مصر كخيار أول مفضل علشان الكفاءة والانضباط. التشغيل الكامل هيحسن كمان ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالتجارة والبنية التحتية. المشروع ده مش بس مبنى، ده مشروع ضخم. المشروع هيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشر في قطاعات كتير زي الخدمات البحرية، اللوجستيات، التشييد والبناء، الصناعات المرتبطة بالتغليف والتوزيع. ده غير الفرص غير المباشرة اللي هتتفتح بسبب نشاط الحركة التجارية وزيادة الصادرات ودخول مستثمرين جدد. لما يكون عندك ميناء ضخم يشتغل بكفاءة، ده بيشجع المصانع تفتح حوالين المينا وبيزود حركة التجارة وبيخفض التكاليف. يعني ببساطة المينا الجديد مش بس بوابة بحرية، ده محرك اقتصادي بيدفع الدولة كلها لقدام. وده كمان بيساهم في تقليل نسب البطالة خاصة في المناطق القريبة من المشروع، وبيخلق بيئة اقتصادية جذابة للشباب. كل شاب عنده مهارة أو حرفة هيلاقي فرصة يشتغل فيها
سواء في التشغيل، الصيانة أو الخدمات الداعمة. في النهاية أنت شايف إيه؟ ميناء الإسكندرية الكبير مش مشروع هندسي وبس، ده مشروع قومي بيمثل خطوة جريئة نحو المستقبل. سؤالي بقى ليك، هل تعتقد إن مصر تقدر فعلا تسحب البساط من تحت مواني زي طنجة وبرشلونة؟ وهل المشروع ده بداية لمرحلة جديدة من القوى الاقتصادية؟ بس كده. وزي ما بنقول دايما على القناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله إنه حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن